وحشتوني، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بوريك الافران تحفه جدا بعجينه قطنيه وهميه فوق ما تتخيلي. جماله احلى بقى من اللي انت بتشتريه من بره، وانضف حاجه كده جميله. وكمان هنعملوه بمكونات بسيطه، وهقول لك على كل التريكات تطلع معاكي البوريك هشش من جوه وتحفه. بس قبل ما نبدا كالعاده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. في بوله كده احط فيها كوبايه ميه من الحنفيه، كوبايه عاديه. هحط باكت خميره فوريه، معلقه سكر، هنزل بنص كوبايه سمنه على زيت. حطي الخليطين مع بعض، هيدي معاكي طراوه وهيدي قوام العجينه حلو قوي. هنحط عليهم معلقه صلصه كبيره، صلصه من اللي هي بتاعه الاكل العاديه. هبدا اقلبهم مع بعضهم، اقلبهم كده كلهم مع بعضهم. وهنزل عليهم ب3 كوبايات دقيق. انا هنزل كده ب3 كوبايات دقيق، وانا شايله كوبايه على جنب عشان انا لو احتجتها احطها. هنزل كده ب3 كوبايات وهبدا اقلبهم مع بعضهم كده. بجد عجينه فوق ما تتخيلوا والله. ان شاء الله المرات الجايه هنزل لكم فيديوهات كتير، عندي افكار كتير وحاجات كويسه قوي هنزلها لكم. بس ما تنسونيش بقى باللايك والشير عشان اقدر انزل لكم كل جديد. يلا بينا. احنا كده حطينا اول حاجه ايه؟ ال3 كوبايات. عجنتها لقيتها محتاجه كوبايه دي، حطيتها. هبدا كده اعجن فيها. بصي العجينه طريه جدا، ما بتلزقش. عجينه عامله شبه الاستيك كده. بصي تحفه. امشي بالمقادير المظبوطه، ما تزوديش ولا تقللي، هتطلع معاكي خرافه. انا غطيتها سبتها لمده ربع ساعه لحد ما تخمر. بصي هي كده بقى خمرت. هبدا كده انزلها على الرخامه واقطعها كورات صغيره، كل كوره قد التانية. ما تضعفيش في حجم الكوره قوي، لان هي كده كده اصلا حجمها هيبدا يتضاعف وهتبقى برضو كبيره. فانت حاولي على قد ما تقدري ان هي تصغريها، ما تبقاش واحده، ما تبقاش كبيره، وتبقى كلها متساويه قد التانية. انا كده هقطعهم كلهم قد بعضهم. العجينه بصي طريه جدا، مش محتاجه اي حاجه. بجد فوق ما تتخيلي تحفه. هبدا خلاص كده انا خلصتهم. عندي هنا جبنه اسطنبولي. هبدا كده، انت ممكن تحشيها جبنه موزاريلا، تحشيها جبنه تركي اللي انت عايزاه. بس بجد الجبنه الاسطنبولي فيها بتبقى طعمها جميل قوي وبتبقى حلوه. هحطها كده وهبدا اقفلها زي القطايف كده. الصينيه انا مش دهناها اي حاجه، هعمل معاكم كذا واحده. هبدا كده افردها فرده صغنونه واحط فيها الجبنه واقفلها كده من ورا كده زي القطايف. وبعد كده هحطها في الصينيه. هعمل كده، هعملهم كلهم، وبعد ما احطها في الصينيه هسيبها تخمر، حجمها يتضاعف تاني اهو. بصي يعني انا مقطعت يعني الفيديو ما حاولش اقطع منه حاجات كتير عشان تشوفي كل التريكات بتاعته وتشوفي. وهقول لك على برضو حاجه ان هو يطلعه يبقى طري، يبقى طعمه، يبقى العجينه هشه كده. بصي كده انا خلاص كده هبدا كده احطهم كده خلاص كله في كل الصينيه. وبعد كده انا هدهن واسيبهم يخمروا، وهدهن وشهم بلبن او ميه بسكر، معلقه سكر عليها شويه ميه، وهدهنهم. وبعد كده احط حبه البركه. اللي عايز يدهن كده يدهن، واللي عايز يدهن يحط لبن. ده حلو وده حلو، بس انا جايبه لك الطريقه بتاعه الافران اللي بيدهنوا وشها، بيدهنوش وشها لبن، هو بيدهنوا وشها ميه بسكر ويحطوا عليها حبه البركه. هي دي بتبقى الطريقه. انا كده سبته يخمر وبعد كده دهنت وشه وبعد كده حطيت حبه البركه. الفرن بقى، البوريك بيخش على درجه حراره عاليه، درجه حراره 200 في النص الاوسط. انا هحط كده البوريك في الفرن في النص الاوسط. اول ما يطلع هبدا اغطيه بفوطه عشان يبدا هتلاقيه على طول طري. اول ما يطلع من الفرن انت بتغطيه. يعني انا نص كيلو عمل لي كميتين، عمل لي الصينيتين دول، انا غطيته. يعني انت هتغطيه 10 دقايق بالكتير وهيطلع. بصي هيطلع معاكي طري، هيطلع معاكي هاشش من جوه. بصي بجد تحفه جدا. العجينه طريه هشه. افتح لك واحده كمان اهي. بصي من جوه، حتى انا بيته لتاني يوم. ولو عايزه تبيتيه مثلا احفظيه في الفريزر، هيبقى معاكي، يطلع معاكي تسيبيه يفك على رخامه. بجد هيبقى طري فوق ما تتخيل. بصي الجبنه من جوه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.